المهم باش تريني مزيان. anyway، وواحد القضيه الاخوان، واحد القضيه نفسيه زوينه بغيت نقولها لكم. خدموا المواد بربعه كانها ماده وحده. خدموا المواد بربعه كانها ماده وحده. علاش تنقول لكم خدموا المواد بربعه على انها ماده وحده؟ وعلاش ديما تنقول لكم كل نهار خدموا المواد بربعه؟ لان نفسيا، وغادي تلاحظوها معايا، كون قالوا لكم عندكم الجهوي في ماده وحده غادي تجيكم سهله، غادي تجيكم زوينه. يا بعض المرات غال العقل تيخربقك، تيقول لك هادشي راه كتير، راه تقدر يعني تخيل ان هاد المواد بربعه ماده وحده، غير هاد الماده كتخدم ليها كل نهار. ماده فيها 4 المواد كتخدم ليها كل نهار. فداك الشيء علاش الاخوان نفسيا ما تضغطوش على راسكم ان هادشي كتير. خدموا المواد بربعه كانها ماده وحده في النهار. ذاتس ات. لو كان مثلا قالوا لكم عندكم الاجتماعيات في الجهوي بوحده تجيكم مرخوفه، لاحظتوه؟ ولكن حيت كتقول عندي 4 المواد والباك مساكن تيقولوا عندي 7 المواد اولا 5 المواد اولا anyway باك حر ولا باك عادي، فتيمشيو بواحد الطريقه ديال عندي بزاف. هو راه تقدر تقول عندي 2 مواد، ماده فيها 4 المواد وماده فيها 3 المواد. اخوان اللي ما جاوبتهمش، انا غنجاوبكم وسمحوا لي، راه كاين بزاف ديال الاسئله. عرض الجهوي مازال مفتوح للناس سيزيام وباك حر علمي. الا كنتي باقي ما وجدتيش المواد بربعه، العربيه والاجتماعيات والتربيه الاسلاميه والفرنسيه، مرحبا بك في هذا العرض هذا اللي غادي تستفد فيه من جميع الدروس من البدايه العام حتى للنهايه، والمنهجيه الاجابه حسب الاطار المرجعي، وجميع الامور اللي غادي تحتاجها في المواد بربعه وفي البنيه ديال الجهوي كيفاش كيتحط. مرحبا بك معنا. اللي بغى يتسجل ها هو الرقم لتحت. الا كنتي باغي تستغل هذا الوقت اللي بقى وتيبارني الوقت وتخدم لجميع المواد معنا، مرحبا بك معنا.